ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة السابليه الجميل ده. طعمه جميل احلى من بتاع المحلات اللي بنشتريه من بره، وطبعا مضمون. هنبتدي اول حاجة هنحط نص كوباية من السمنة، نص كوباية من الزبدة، ونص كوباية من السكر البودر، وهضربهم حلو قوي. طبعا انا حطلكوا المقادير بالظبط على الشاشة. هنضربهم كويس. بعد كده بنضيف البيضة كاملة، وبنضيف كمان معاها صفار بيضة، يعني بيضة كاملة وصفار بيضة وفانيليا. نضربهم كده لغاية ما يبقى هش كده وكريمي. نبتدي نحط بقى البيكنج باودر والدقيق ورشة من الملح. طبعا الدقيق بنضيفه حبة بحبة كده، واحاول بايديا الم فيه العجينة، مش بعجن، مجرد ان انا بلم بس فيها لغاية ما توصل للسمك اللي انا عايزاه، تكون طرية في ايدي كده ومش بتشقق. لو ضغطت عليها ما تشققش. ابتدي بقى احط العجينة في التلاجة لمدة ربع ساعة كده ترتاح. بعد الربع ساعة بجيبها واقطعها، ممكن مرة واحدة افردها مرة واحدة او اقطعها على مرتين بين كيسين من بتوع التلاجة كده وبالنشابة، وبعملها سمك حلو متوسط، سمك البسكوت يعني اللي احنا بنستخدمه العادي. وببتدي بالقطاعة بتاعتي وبالاشكال بتاعتي اشكل. ممكن نعمل كمان بقطاعة رفيعة صغيرة، نقطع قطعات كده في النص. بعد كده ممكن نعمل الاشكال اللي احنا عايزينها، نجوم او قلب او اي حاجة. بنحطه بقى في الفرن على درجة حرارة 180 او 200 حوالي ربع ساعة لغاية ما يستوي. نطلعه بقى نحشيه بقى بالشوكولاتة النوتيلا او المربى او الشوكولاتة، نسيح شوكولاتة ونحشيه بيها. بيبقى شكله جميل قوي وبيفرح ولادنا. الاشكال دي جميلة، وغير انه هو كمان طعمه لذيذ احلى من بره بكتير. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.